تعال شوف لي انت الاربع خمس اشهر كيف بيتفاهم واحد ووحده انه عم يتحدثوا ليتزوجوا. شوف احاديثهم شو هي عن شو؟ المطبخ، الفرش، المجلة، البرندة، لون البرادة، الطقم، كله بعد. قديش نسبة الحديث عن الزواج، عن المشروع قديش نسبة الحديث؟ تكاد لا تصل إلى 1%. الحديث عن مشروع الزواج. العالم بمنطقة بمكان، والزواج وقدسيته ومشروعيته وأهميته وحساسيته وضرورته ومكانه الطبيعي اللي الله سبحانه وتعالى خلقه بمطرح تاني. بتفاجأ لما بتناقشوا على شغلات بسيطة وتافهة شوي تاركين المشروع الأساسي. يعني وحدة عم تحكي عن حالها وعن شخصيتها، واحد عم يحكي عن حاله وعن راحته، ومش مهتمين انه في اولاد واسره، اصلا مش منتبهين كيف ممكن يصنعوا هودي الاولاد لوين ممكن يروحوا، شو هي هالارواح اللي ممكن يصنعوا راحت. وهاي اذا بتشوفوا نحن صار بمجتمعنا تقريبا كل 3 هلا بيخطبوا او بيتزوجوا في واحد بيطلق. يعني في تلت الناس بحالة طلاق. شو السبب؟ السبب انه اللي عم يكتبوا كتابهم وعم يتزوجوا مش عم يكتبوا كتابهم ويتزوجوا هيدا الزواج اللي الله شرعه. لما بقول مثلا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة، هذا موضوع تاني. لا نسكن إليها ولا تسكن إلينا، ولا المودة والرحمة إلى مكان. صاير هيدا عبارة عن تقليد اجتماعي، عبارة عن عدوى اجتماعية، وعبارة عن حالة ضرورية اجتماعية، ضرورة اجتماعية لازم واحد يقوم فيها، وبده يسكت الناس. وكل ما يشوف حدا بيقول له شو بعد ما وأيمتن ولو بدنا أيمتن بنفرح فيك، بيفلقوا له راسه بهالشغلة، بيقوم أخشي بتزوج اخر شيء بيطلع يتزوج بس ما انتبه ليش، وما انتبه يأسس لأهداف معينة، ما انتبه انه يأسس مؤسسة، ما انتبه انه عم يبني مؤسسة، ما انتبه يخطط، ما انتبه للشريك اللي لازم، ما انتبه. اخر شيء ابتلى، اخر شيء علي مشكل. اخر شيء بقول اسهل شيء ان ابغض الحلال عند الله الطلاق ولكنه يجوز، واخر شيء بيطلق.